السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة محمود تور مصرية وفيديو جديد كالعادة. أتمنى لو أول مرة تشوفنا على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. وأتمنى ما تبخلش علينا باللايك وشير للفيديو عشان يوصل أكبر عدد من الناس. انخفاض أسعار العصافير أو طيور الزينة بشكل عام في مصر الفترة اللي احنا فيها دلوقتي، إن الأسعار بتاعت الطيور بشكل عام كلها واقعة، وده بيؤدي الى عدم التصدير او عدم لم التجار. فعشان كده الاسعار بدات تهبط، والطيور الطيور موجوده في السوق بشكل كبير. تمام، ده كله يرجع للمربي ده كله، وفي نفس الوقت برضو يرجع على الهاوي او على التاجر اللي بيلم. في تلك الحالات احنا السبب، سواء مربي او سواء هاوي، او سواء انت مربي عاملها كمصدر ربح او عاملها كمشروع ربح، او انت هاوي عندك كام جوز على قد هوايتك، او انت تاجر بتلم الطيور ديت بتصدرها بره مصر. احنا السبب في سقوط الاسعار بتاعتنا هنا في مصر. ازاي يعني احنا السبب في سقوط الاسعار دلوقتي؟ عفوا ومع احترامي لكل تاجر بيلم طيور بيصدرها العراق او بيصدرها اي دوله، مع احترامي يعني لجميع التجار اللي بتلم، ولكن الا من رحم ربي في تجار كويسه بتلم باسعار كويسه، عشان برضو بيقول انا ما بخسي الاسعار بتاعه الطيور الا من رحم ربي. التاجر اللي بيلم ويصدر العراق بره دلوقتي، اللي بيلم بيحاول ينزل الاسعار للمربيين عشان يقدر يكسب مكسب كويس، عشان خاطر في مصاريف شحن وفي مصاريف تصدير بكم الدولار عليه. فبالتالي هو بيبدا يوقع الاسعار او بيبدا يفاصل في الاسعار وينزل الاسعار الطيور عشان خاطر يكسب، ويفضل ويوصل الطيور ديت لدوله العراق بتكون بسعر كويس. دلوقتي اصبح كمان بتوع دوله العراق بادئين دلوقتي، بتواصل مع ناس من دوله العراق بادئين دلوقتي يقولوا لي ان في اسعار عندنا كمان بدات تنزل، يعني سقوط، بدايه بسيطه في سقوط الاسعار بتاعت الطيور عندهم. لان دلوقتي التاجر اللي في العراق بدل ما بيلم من المربين اللي هناك بالاسعار بتاعتهم، لا بيجيب الطيور من مصر وبتتشحن له لحد هناك باقل من سعر الطيور في العراق. انتوا فاهمين؟ يعني بدل ما يلم من الناس اللي هناك من العراق، او ما يلم من المربين اللي هو في العراق، اصبح بياخدوا الطيور من مصر بتروح له لحد المحل بتاعه هناك في العراق، مشحونه كمان ومتصدره باقل من الاسعار اللي هناك. فاصبح دلوقتي المربين هناك كمان والهواة اللي بيبيعوا طيور اصبح ما بقاش في اقبال عليهم، مش عارفين ان هم يكسبوا. وبالفعل بدا ناس في العراق بدات تصفي. ده يرجع ليه التاجر اللي بيلم. اصبح دلوقتي الفرق بين المربي والهاوي، يا جماعه، عشان واحد يقول لي ايه يعني ايه الفرق بين المربي وايه الفرق بين الهاوي، ايه السبب في سقوط الاسعار؟ دلوقتي في ناس عامله المشروع ده يعني كهوايه مثلا، يعني واحد جايب 3 4 تجواز استرالي عنده مع جوزين مثلا كوكتيل عاملهم على قد مزاجه. اصبح دلوقتي الاسترالي ده عنده لما بيشتغل ربنا كرمه مثلا بخمس تجواز من في كل عش ولا حاجه، 10 حتت يا عم او 15 حته، يعني مثلا لو كل جوز اداله 3 حتت في الخمس تجواز ب 15 حته، بينزل في السوق بيبيعهم باي سعر، لان هو مش فارق معاه الاسعار. بيقول انا هجيب حتى لو هجيب علف بس على يعني ايه علف يمشيهم، وانا في نفس الوقت انا كده كده مانيش محتاجها ايه كمصدر ربح، يعني كمصدر ربح. فده اللي بيؤدي الى سقوط الاسعار. برضه اصبح دلوقتي التاجر اللي هو عامل المربي اللي هو عامل المشروع ده كمصدر ربح، اما يجي يبيع في السوق، شوف كم هاوي في مصر، شوف كم مربي في مصر. اصبحت الطيور وكل مدى الهوايه بتوسع، اصبح الطيور موجوده في السوق بشكل عام. وده يدل على كده ان الاسترالي والكوكتيلات، الحاجات اللي هي كانت صعب فرخها او دلوقتي بقت سهل. يعني الاسترالي ده كان معمول، يعني الهوايه من فتره كبيره ما كانتش بنفس الحجم ده وما كانتش بنفس المستوى ده، كانت فيها مصدر ربح وكان فيها فلوس كتير، يعني بمعنى اوضح يعني كانت مجزيه للناس اللي كانت بتربي وكانت عاملاها مصدر ربح. ايام زمان كانت الهوايه معموله، كان اللي عنده جزء استرالي او كان اللي عنده جزئين استرالي اكنه كان عنده حاجه جميله جدا او حاجه كبيره جدا، وبالتالي كنا بنهادي بعض. يعني كنا بنهادي بعض، اللي كان عنده جوز يطلع من عنده عصفورتين يودي يحطهم في قفص ويروح يهديهم لواحد صاحبه متجوز، او رايح زرع واحد ياخد له معاه قفص عصافير. فكانت الهوايه لها روح ولها معنى. زمان كان لها معنى حلو. دلوقتي كل مربي، مع عفوا يعني مع احترامي للمربين وانا واحد من المربين، ان كل مربي دلوقتي عاوز هو اللي ينتج، عاوز هو اللي يبيع، عاوز مش فارقه معاه غيره. والتاجر برضو اللي بيرم مش والتاجر اللي بيلم مش فارق معاه المربي، سواء بيصدر بره او ما بيصدرش بره. فنصيحه لوجه الله تمسكوا بالاسعار شويه عشان خاطر هتيجي علينا احنا.
ازاي نتمسك بالاسعار دلوقتي بعد المربين اللي بتبيع؟ المفروض واللي هو اصلا اللي هو المفروض ان هو يتعمل، ان مثلا كمثال بسيط، ان مثلا الكوكتيل اللاتيني ما يقلش عن 500 جنيه، فيما فوق بقى 550 600. ده بالنسبه للم مش التداول، لان الكوكتيل اللاتيني ده يا جماعه كان عامل يعني، لو نرجع بالزمن لورا فتره، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ده بيؤدي برضو الى تطور الهوايه بتوسع، كله بقى ينتج، كله بقى يشتغل، ولكن ما بنتمسكش بالاسعار. فده اللي خلى الدول اللي بره كمان هيبدا الاسعار هيقع فيها، لان الاسعار عندنا التورة عندنا اصبحت كتير، وده اللي هيؤدي الى يعني انعدام الهوايه كمان الفتره اللي جايه. عشان ما حدش يضحك عليك، ان العراق دلوقتي برضو، ما العراق فيها مربيين، اصبح دلوقتي ان المربيين دي بتنتج، اصبح ان التجار اللي هناك ما بتلمش منهم، الهوايه بدات تكتر، الطيور بدات تكتر في العراق، هيبدا التصدير هيقف في مصر، ما فيش حاجه هتتصدر. يبقى اصبح الهوايه الفتره اللي جايه، ممكن العصافير اللي احنا بننزل بقى السوق دي نبيعها بفلوس، هتبقى زيها زي عصافير الشارع، ملهاش اي 30 لازمه. ما خلاص بقى هتبقى العصافير موجوده بشكل عام، اصبح دوله العراق مليانه طيور، اصبح مصر مليانه طيور، مليانه طيور، مفيش تصدير، هتبقى العصافير موجوده في السوق بشكل عام، وهتبقى موجوده كتير، والانتاج شغال. واحد يقول لك احنا نوقف الانتاج، ده طير وده روح، ما ينفعش ان احنا يعني ايه، نمنعه من الانتاج او نمنعه من الحياه بتاعته اللي هي الحياه الطبيعيه اللي هو بيعيشها. اصل ده احنا حاجه حابسينها في اسر وحابسينها في قفص، المفروض تبقى واخده راحتها واخده طبيعتها، لازم تنتج ولازم تشتغل زيها زي باقي الطيور. يا اما انت بقى تسيبها او تسيبها في الشارع زي العصافير بتاعت الشارع. وده اللي انا بقوله، يعني الفتره اللي جايه ممكن تبقى العصافير، او الفتره اللي جايه تبقى العصافير زيها زي العصافير بتاعت الشارع. وهنكتفي بهذا القدر من الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باشتراك في القناه.